بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن موضوع مهم جدا في الاكسل، وهو سهل وبسيط ولكن بيوفر وقت ومجهود ومعلومة لازم نعرفها طالما انت بتستخدم الاكسل، وهو ازاي اقدر احذف الخلايا الفارغة سواء كانت في الصفوف او في الاعمدة. ازاي بيتم الكلام دوت؟ تعالوا مع بعض نبص على المثال اللي قدامنا. انا بفترض ان ده مثال قدامي في اسم المنتج والكمية والسعر، ولكن في بعض الصفوف اللي هي ما فيهاش داتا او فارغة. طبعا احنا بنتكلم عن لو انت عندك حجم داتا كبير. احنا معانا مثال بسيط، فلو عندك حجم داتا دلوقتي، لو عندك حجم داتا كبير، فطبعا هيبقى من الصعب ان انت تحدد كل صف كده، او تحددهم كلهم وبعد كده تعمل لهم ديليت مره واحده، يا اما تحدد كل صف وتمسحه لوحده. فهيبقى الموضوع مرهق وهياخد وقت ومجهود. الطريقه التانية اللي احنا بنقول عليها اللي هي تقدر توفر لك الوقت المجهود، هو ان انت تقدر تعمل او تحدد الشيت اللي انت واقف عليه كده، وهتروح على قائمة هوم وفايند سيلكت، وهتدوس على جو تو سبيشال، وهتختار بلانكس، وهدوس اوكي. الاقيه هو راح محدد لي الصفوف اللي هي فارغة ما فيهاش داتا. وهاجي هنا على ديليت اللي فوق السهم دوت، وهدوس عليه وهاجي الاقي ديليت شيت روز، تمسح الصفوف، وهدوس عليه كده ظبط لي الداتا بتاعتي بالطريقة المظبوطة دي في حالة لو كانت الصفوف فارغة. طيب لو انا عندي الحالة التانية الأعمدة، يعني لو عندي الصفوف تمام لكن الأعمدة فيها مشكلة، فهاجي احدد الجدول بتاعي برضو نفس الموضوع، وهعمل كنترول سهم لتحت كده، ندوس كنترول شيفت كنترول سهم لتحت، احدد الجدول بتاعي، وهاجي على فايند سيلكت وهعمل جو تو سبيشال، وهدوس بلانكس وهدوس اوكي. الاقيه هو راح محدد لي الاعمده الفاضيه، وهاجي على قائمه ديليت وهعمل ديليت شيت كولومز. تمام، الاقيه ظهر لي او رتب لي الشيت بتاعي بالطريقه دي. طيب الحاله الثالثه بقى، وهي لو انا عندي صفوف واعمده. طيب الطريقة اللي احنا استخدمناها دي نقدر نستخدمها على الحالة اللي احنا فيها دي. طيب انا لو جيت عملت الحالة اللي انا بتكلم فيها دي، لو جيت عملت كده شفت كنترول سهم لتحت، وجيت عملت فاين سيلكت جو تو سبيشال بلانكس اوكي، راح محدد لي فعلا العواميد والصفوف. فهاجي اقول ايه، انا هعمل ديليت، اشيل الصفوف الاول وبعد كده الاعمده. لو جيت شلت ديليت شي روز، هلاقيه في داتا راحت كده، في داتا ضاعت، العمود راح والمنتج واحد واثنين وثلاثة مش موجودين. ليه؟ لان هو بيقرا الصف والعمود اي خلية فارغة بياكلها كلها. فهرجع كده تاني، فاحنا الاول هنشيل الصفوف بطريقه معينه، او نشيل العمود الاول الاعمده بطريقه معينه، وبعد كده نتبع الطريقه اللي احنا مشينا عليها. فطبعا هنا لو انا جاني هنا في الصفوف مثلا، هستخدم حاجه اسمها سورت. تمام، هاجي اعلم على الجدول بتاعي الاول، كنترول سهم، وهعمل سورت. تمام، فانت بتقول لك انت هتعمل سورت بناء على اسم المنتج. مثلا هرتب اسم المنتج ومن او تو زد وهقول اوكي. هلاقيه هنا راح عامل لي ايه، راح ضايف لي كل الاسهم يعني كل المنتجات بتاعتي، وراكن لي في الاخر خالص ايه الصفوف الفاضيه. فهنا كده هاجي بكل سهوله واروح مدلتها كده وعامل ديليت. تمام،
وهاجي على العمود بقى الحاجة بتاعتنا دي اللي هي اروح محدد العمود الجدول بتاعي، واروح عامل كنترول شيفت تحت، واروح عامل بقى رايح بالطريقة بتاعتنا، واروح رايح على فايند سيلكت واعمل جو تو سبيشال بلانكس وادوس اوكي، واجي على ديليت واقول ديليت شيت كولومز. دي طريقة، يعني دي الطريقة اللي احنا بنتكلم فيها. طبعا انا عايز اقول لكم على حاجة، ان احنا ممكن نستخدم بعض الاختصارات في الكيبورد اللي هي لو انت هتستخدم تروح على فايند سيلكت، هتختار جو تو سبيشال، فهتدوس كنترول جي وهتقول سبيشال والبلانكس، ولما تحب تحذف العمود او الصف هتدوس كنترول ناقص، هيظهر لك الخانة بتاعت انتاير رو او انتاير كولوم، وتدوس عليها وتدوس اوكي. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون فيه استفادة للناس. وفضلا وليس امرا ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.